كل عام وانتم بألف خير يا حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل كحك العيد بناء على طلبكم، وكمان هنعمله محسوب السعرات وبالسمنة البلدي وبالشوفان، يعني صحي 100%. مش هيعلي معانا ان شاء الله سكر الدم، ونقدر ناخد منه واحدة او 2 او 3 زي ما احنا عاوزين، ان ال3 بمقام كحكاية واحدة غير صحية. بصوا جمال الكحكاية عاملة ازاي، مرسومة رسم، وطبعا هوريكم ازاي شكلتها كده. والكحكاية من جوه ومن بره تجنن، بتبوش بوشان زي ما انتم شايفين. اعملوا لايك ويلا بينا على طول على الخطوات والمقادير. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد المقادير سكرين شوت كما تعودنا، ويلا بينا على طول على الخطوات. عندي كوبايتين دقيق شوفان، بجيب الشوفان واطحنه واخد منه بعد الطحن كوبايتين معيارين بقى، او كوبايه ازاز اللي عندكم مفيش مشكله. تمام، كل كوبايه حوالي 100 جرام. تمام، واخد معلقه كبيره من نشا الذره، معلقه كبيره حوالي 10 جرام. تمام، مش عايزين تحطوها انتوا حرين مفيش مشكله عادي. اوكي، واخد حوالي معلقتين كبار من السمنه البلدي، او ربع كوبايه صغيره من السمنه البلدي. لازم السمنه البلدي يا جماعه، تمام، عشان الكحك يبقى طعمه حلو وريحته كمان حلوه. خلاص، وعندي هنا اللي هو ريحه الكحك هاخد منها معلقه كبيره بجيبها من العطار، وعندي معلقتين كبار من السمسم، يفضل يكون ني ان انا هحمصه بايدي يعني. تمام، وهاخد معلقه صغيره من الخميره الفوريه، بس طبعا لازم تكونوا واثقين فيها، وعسل وزبادي. ليه هنا الزبادي؟ عشان يطري معايا الكحكايه، عشان انا مش عايزه ازود سمنه بلدي. بس كده، هي دي كل المقادير، ويلا بينا على طول بقى على الطريقه على طول ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الاول بوله ونبتدي نعمل اختبار للخميره. لو انتوا مش واثقين فيها، انا واثقه جدا في الخميره اللي عندي، بس هعمل لكم اختبار برضه عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه معاكم ازاي. هحط عليها معلقتين بس ميه، طبعا دافيين، ما تزودوش عن كده، الكحك ما بيحبش الميه كتير. واحط عليهم معلقه صغيره من عسل النحل عشان طبعا نشغل الخميره معانا. وهقلب كويس قوي 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 قوي، واسيبها على جنب تختمر عقبال ما اجهز بقيه المكونات اللي عندي بالشكل ده. خلاص، وبعدين هعمل ايه؟ هجيب السمسم اللي عندي اللي هما معلقتين السمسم، هاخدهم احمصهم. ممكن احمصهم في اير فراير او على النار زي ما انا مثلا هوريكم دلوقتي كده. هجيب طاسه واحط فيهم السمسم. على فكره الكحك ما ينفعش من غير السمسم، السمسم طبعا ليه فوائد كتير، وكمان بيخلي الكحك يعني بيوديه في طعم تاني خالص، يعني بيخلي طعمه تحفه. واديني حمصتها بالظبط حوالي 5 ثواني بالكتير، وبقت يعني بالمنظر ده. يا دوبك حفزت بس ايه الزيت من جوه كده، حاجه بسيطه عشان تبقى طعم السمسميه مقرمشه كده، بس مش اكتر من كده، 5 ثواني بالكتير. هجيب بوله بقى وانزل فيها بكوبايه الشوفان الاولانيه، وادي الثانيه، وادي معلقه النشا الاختياري، وكمان ريحه الكحك. في بديل لريحه الكحك ده، ممكن نحط قرفه، مش مشكله عادي خالص. ورشه الملح المتينه، لازم رشه الملح دي عشان بتظبط الطعم جدا، وتبرز لي بقى كل الاطعام الموجوده معايا في الكحكايه. وابتدي اقلب ده كله كويس، كل دي المقادير الجافه معايا. خلاص، عملت كله. هعمل بقى حفره كده في النص، وهنزل فيها بالسمسم اللي انا حمصته في نفس الطاسه عشان ما اعملش مواعين كتير. هجيب السمنه البلدي اللي عندي، وابتدي ان انا اسيحها لدرجه الغليان، او بالبلدي كده عندنا في مصر بنقول عليها نقدح السمنه. خلاص، لغايه ما السمنه تقدح معايا كده او تغلي، بعد كده هستخدمها. الخطوه دي مهمه جدا، بتنعم الكحكايه معايا قوي، وبتخلي طعم الكحك غني جدا جدا جدا. بصوا الفوران ده مطلوب، طالما فار كده قدامي يعني عمل فوران كده، يبقى انا كده ماشيه صح. هنا بقى ابتدي ان انا اقلب بسرعه قوي، ما استناش عليها، عشان الشوفان يعني ما فيهوش جلوتين زي الدقيق الابيض، ما ينفعش ان انا استنى عليه خالص. وابتدي اقلب لغايه ما يوصل معايا شكل العجينه يبقى شبه الرمل كده المبلول شويه، فاهمين قصدي؟ وبعدين هنزل عليها بالخميره، اهي خمرت معايا وبقت زي القمر اهي. خدوا بالكم ما زودوش ميه ولا تزودوا اي حاجه عشان ما تسيلش منكم. واقلب برده بسرعه جدا جدا. حسيتوا ان العجينه مثلا محتاجه ان انا ازود لها شوفان تاني، اوعوا تزودوا حاجه ولا تزودوا ميه ولا تزودوا، بصوا سيب الدنيا لوحدها، هي تشتغل لوحدها. الزبادي طبعا فيه ميه اكيد، فده كده هيظبط الدنيا معانا، فاهمين قصدي؟ طبعا الزبادي هنا اختياري، مش عايزين تحطوه مفيش مشكله، بس بيطري معايا الكحكايه وما خليش احط سمنه بلدي تاني يعني، او اي دهون تاني، فاهمين قصدي؟ هي كوبايه زبادي صغيره مش كبيره يعني. وابتدي ان انا ابس العجينه كده بايدي. في الاول بتبقى ملزقه زي ما احنا شايفين، بس لما يعني اقعد اعجن فيها حبه كده هتبتدي تلم معايا، والتلزيق ده هيروح من ايدي خالص.
مش قادره اوصف لكم العجينه قد ايه جميله وبتلم معايا بسرعه جدا جدا. على فكره عملت معاكم قبل كده مخبوزات العيد من كحك وبسكوت ومعمول، هسيب لكم ان شاء الله لينك الحلقات الجميله دي كلها في صندوق الوصف، استمتعوا بيها. بصوا التلزيق راح من ايدي خلاص، انا كده تمام. العجينه ما شاء الله لا قوه الا بالله في منتهى الجمال. هعمل بقى اختبار كده بسيط، اعمل كوره كده صغيره وابتدي اضغط عليها، ما شققتش مني يبقى انا كده تمام. العجينه بسم الله ما شاء الله زي القمر اهو، خلاص انا كده تمام قوي. ولا هسيبها تختمر بقى ولا ترتاح ولا اي حاجه، لا 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 خالص، هشتغل فيها على طول لان الشوفان رخم جدا بيشرب السوائل بسرعه ويبتدي يشقق مني وحاجات كتير. لا انا عايزه ان انا ابتدي اخبز فيها، مش هقول لكم ان هو كحك سريع، مفيش اسرع من كده. همسك بقى كده على قد المقدار اللي انا عاوزاه. هعمل كور صغيره، يفضل تكون صغيره. عايزين بقى طبعا تحشوه بقى ملبن، عايزين تحشوه عجوه، عايزين تحشوه لوز بندق، اي حاجه انتوا بتحبوها. انا عن نفسي بحب الكحك بتاعي يبقى ساده، مش عليه اي حاجه، مش محشي اي حاجه خالص. تمام. هجيب بقى البصمه بتاعتي، بصوا دي جميله قوي البصمه دي، وهنزل فيها كده بالكوره بتاعتي وابتدي ان انا اشكل الكحك بالطريقه اللي انا عاوزاها. طبعا ممكن تشكلوها بكذا طريقه، مش لازم البصامه دي يعني. بص بس بتطلع معايا كحكايه بنت ناس وشكلها تحفه، وما ينزل عليها السكر بقى بتبان بقى الرسمه بطريقه تجنن. بصوا القمر اهو. هكمل طبعا بقيه التشكيل وهعمل اشكال طبعا مختلفه. يعني بصوا كده مثلا الشكل ده معايا، بصوا اهو شكله تحفه. وهعمل كمان صف تاني منها. ادوا الفيديو لايك واكتبوا لي كلمتين حلوين في التعليق لو سمحتوا. وادي كمان شكل تالت، وردة في منتهى الجمال والشياكة، عسل. اوكي هكمل. ولو مش عندكم المكبس ده مفيش مشكلة عادي خالص، ممكن اجيب اللي هي الحاجات الطبيعية بتاعة الكحك اللي احنا كنا بنستخدمها عادي، زي المعايا دي البصامة دي. لو مش عندكم طبعا كلنا عندنا مصافي في البيت، المصفى يعني المصفي فيها الحاجة وكده، ممكن تبقى ايه ان احنا نشكل بيها برضو عادي جدا، ما نوقفش يعني. التشكيل ده مهم عشان لما نحط السكر كده عليها من فوق تدي رسمة حلوة ولطيفة يعني. بصوا لما بيقعد الكحك شوية بتدي يشقق زي ما انتم شايفين، مش بقول لكم ان هو بيشرب السوائل بسرعة. هكمل بقى الباقي بالمكبس. بصراحة انا المكبس مريح بالنسبة لي وبيختصر معايا كتير في الوقت. خلاص انا كده خلصت الكمية كلها، بصوا شكلها قمر. تمام. طبعا كل الوقت ده اكون مسخنه الفرن وعلى درجه حراره 200. واول ما احط الكحك هنزل درجه الحراره مثلا ل 180 او اقل شويه كمان درجه، عشان خاطر اضمن ان الكحك يستوي كويس معايا. اول ما ياخد لون معايا من تحت هطفي عليه وهشغل عليه الشوايه من فوق بالظبط دقيقتين 3 لغايه ما يستوي معايا ويبقى زي القمر. ده شكل الكحك بعد ما حطيته الفرن بالظبط 10 دقايق على درجة حرارة 180، وبقى بالشكل القمر ده. هسيبه طبعا يبرد خالص خالص، وابتدي ان انا احط له السكر من فوق عشان خاطر استمتع بشكله القمر. والله احلى كحك شفته في حياتي، شكله حلو قوي يا جماعه، والرسمه هتنطق عليه في منتهى الجمال. بصوا يعني اخر دلع. بصوا بقى انتوا ممكن تحطوا سكر او ما تحطوش زي ما انتوا عاوزين، بس طبعا انا مش قادره، انا بحب السكر جدا فهحط طبعا سكر دايت عليه. هاخد السكر الدايت اللي عندي ولازم اديله طحنتين كده عشان يبقى بودر خالص. اوكي. وابتدي نطحنه كويس قوي قوي قوي، وابتدي بقى ان انا احط منه على الكحك اللي عندي. بصوا الجمال، يا لهوي يا لهوي، لوحه فنيه يعني. استاهل مليون لايك على طريقه الكحك السهله السريعه دي، ولا بقى بس عجين ولا اقعد اعجن بقى 3 سنين واخمر لا لا خالص، موضوع سهل جدا. وبصوا منظر الكحكايه، لوحه فنيه بجد. طبعا هقول لكم طبعا السعرات وهقول لكم على كل حاجه دلوقتي، بس عايزاكم تتاملوا معايا الشكل القمر ده،
استنى هقول لكم السعرات، بس اخد قطمه الاول. بصوا من جوه عامل ازاي، ما شاء الله الله اكبر. الكحكايه هشه وجميله من جوه جدا، ومن بره مستويه سوا مظبوط، والطعم حكايه. واحده بس مش كفايه. بصوا هوريكم قد ايه ان هو يعني بيبوش معايا بوشان. بصوا الكحكايه ما شاء الله لا قوه الا بالله، في ثواني اتحولت للمنظر اليومي ده. تمام، هسيبها بقى على جنب كده، وهقول لكم دلوقتي السعرات بتاعت كل كحكايه قد ايه. الكميه كلها طلع فيها حوالي 1153 سعره، قسمتهم على 23 وحدايه، طلعت الوحدايه حوالي يعني من 50 ل 51 سعره. يعني كده فل الفل، اقدر اخد منهم 3 وحدات، لان سعرات الكحكايه الواحده اللي هي غير صحيه حوالي 150 سعره، لكن التلاتة دول بمقام كحكايه واحده بس، جنبهم كوبايه شاي بلبن او كوبايه نسكافيه، ويبقى كده انا تمام التمام. يا رب يا حبايب قلبي تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا، وكل سنه وانتم بالف خير يا رب. سلام.